كلياتنا شفنا لعبة العراق والأردن، وشفنا المشاكل اللي صارت فيها كتير طبعا. بنظام اللعب ما دخل الجمهور وما دخل انه كلياتنا الأردن تسب العراق والعراق تسب الأردن. هذا الشيء يعني طلعونا منه. هي موضوع لعبة، موضوع حكم أعطاه بطاقة حمراء لأيمن لأنه طول هو في الاحتفال تبعه. فكمان في نقطة صغيرة بدي أعلق عليها، إنه هو بنظام كرة القدم ما بيصير إنه اللاعب يروح يستفز خصمه كالجمهور. هو عم ياكل دولمة وكذا، فنبهه أول مرة والثانية والثالثة، آخر أظهر له البطاقة الحمراء. فكتير من العراقيين قالوا إنه إيراني، وإنه في إنه مشاكل بيناتهم، او ما بدهم اياهم يلعب الايران والعراق مع بعض اذا ربحت العراق. فهذا الشيء، وجبت لكم التحليل 100% من عدنان اللي حيعمل لكم ورجيكم التعليق. وادعونا اليوم لعبة سوريا وايران، وان شاء الله الفوز لسوريا باذن الله تعالى. وبحبكم كثير، خلينا نشوف الفيديو، يلا. ولكن اللي خطر في الجو كله واسال الحبر يا اخوان هو عمليه الطرد للاعب ايمن حسين. بدكم اول شيء نتكلم بالقانون؟ تعالوا نحكي بالقانون وركز. انا محمد عدنان ورب الكعبه لا احابي ولا اجامل، انا هون بحكي الصح والدغري، حط العاطفه على جنب. اللاعب ايمن حسين تسبب في امرين اثنين. الاول المبالغه في وقت الاحتفال. لحظه سمعتك وانت بتحكيها، حتقولي اللاعبين المنتخب الاردني في الهدف الاول احتفلوا بوقت اكثر، عارف والله، بس في فرق. وضعيه المباراه ومجرياتها خلت الحكم فغاني كما ظهر في احد الفيديوهات انه يروح لايمن حسين وينبهه اكثر من مره انه انهي احتفالك والان عد للملعب مباشره. ولكن ايمن حسين كان يشوفه ويقرر انه يكمل الاحتفال من جديد. فاعتبر الحكم انه هذا الاحتفال يضر بمنظومه المباراه ويضر بوقت المباراه، لانه وصلنا الى وقت حساس في المباراه، وهذا يعتبر عدم اعطاء اهميه لتحذير الحكم. وكرر ما دام الحكم قد نبه وطلب بالرجوع كان لازم يرجع بغض النظر عن الوقت اللي استغرقه. الامر الثاني في قانون التحكيم، الاحتفال الاستفزازي الموجه للجمهور الخصم بعينه يعتبر مخالفه تستحق الانذار. هذا بيحكي القانون، وايمن حسين وقع في الفخين. وعلى ذلك لو الحكم طبق القانون في الحالتين فالطرد يعتبر صحيح. ولكن هناك ما يسمى بروح القانون، وهناك ابعاد في هذه المباراه بالتحديد لا يعلم عنها الحكم الايراني. جمهور العراق قبل المباراه كان يقرن اكله المنسف بالمنتخب الاردني، فلاعبو المنتخب الاردني افتخروا باكلتهم التقليديه بعد هدفهم الاول. وشوفنا اللي عملوه، ايمن حسين لاعب المنتخب العراقي حب يرد لهم اياها، فعمل اللي عمله. هذه مناوشات تحدث دائما في عالم كره القدم، ولكن الصح ان نبقيها في اطار الملعب، ما نطلعها برا ارجوكم. هلا برايي الشخصي لو كان حكم المباراه حكم عربي لتفهم الوضع ولا تجاوز عن هذه النقطه واكتفى بتحذير شفهي وطبق روح القانون. بصراحه ما كانت محتاجه. اللي استفز الحكم الايراني انه ايمن حسين حتى لما رجع الملعب شافه واطلع عليه وقعد على الارض وصار يستفز الجمهور. بصراحه ايمن حسين كان لاعب مهم جدا في المباراه، واتوقع شخصيا لو ايمن حسين ضل في الملعب اخر هجمه للمنتخب العراقي لو كانت على رجله لا كانت في الشباك ولا شفنا 3-3 ولا رحنا اشواط اضافيه. اوكي اسمعوا رايي، بصراحه انا انتظرت كثيرا وكثيرا تقرير المباراه لافهم الحكم ليش طرد ايمن حسين، وبقول لو طرده عشان يحتفل بطريقه مستفزه كان لازم ما يطرده، وكان لازم يطبق روح القانون، خاصه انه معاه بطاقه صفراء وحساسيه المباراه كانت تستدعي انه ما يطرده. ولكن لو فعلا اخل بنظام المباراه وناداه اكثر من مره ولم يستجب وعطل المباراه بغض النظر عن الوقت اللي قطعه في الاحتفال كان يستحق البطاقه الثانيه. انتظرت التقرير ولم ياتي بعد. طيب وبرايي الشخصي، وبتعرفوني انا ما بجامل ابدا، لعيبه المنتخب الاردني اصدقائي كلهم تقريبا، ومع ذلك بدي اقول انهم بالغوا جدا في حساباتهم الشخصيه في ذكر موضوع المنسف واكل الاسد وما الى ذلك. ما كان في داعي لكل ذلك يا اصدقائي، لانه الجمهور يبحث عن هذه اللقطات فيستخدمها فتصير مناوشات فتولع من جديد، واحنا في غنى عن ذلك. ارجوكم مبروك للمملكه الاردنيه الهاشميه وهاردك للعراق الحر الابي العظيم.